السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايبي واخواتي عاملين ايه يا حبايبي؟ ربنا يديكم الصحة والعافية ويخليكم ليا يا رب، اكبر دعم ليا بجد والله. ربنا يحفظكم ويكرمكم من واسع فضله. ربنا يعلم انا بحبكم قد ايه والله. كل حد بيحط لي كومنت ويعمل لايك ومتابعني، ربنا يزيدك من نعيمه يا رب ويكرمك من واسع فضله. بصوا حبايبي، انا بشارك معاكم غدانا النهارده روتين خفيف كده انا عملته. كان في وسط يوم طويل طويل قوي. انتوا عارفين بقى دخلة الشتاء والسقعة، وهنبدأ بقى نجهز الهدوم الشتوي ونغسل بطاطين حاجة كده. يعني ربنا يعيننا، وكل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي. يجعل ايامكم اللي جاية كلها خير وحب وبركة، وكل واحد نفسه في حاجة ربنا يديها له يا رب العالمين. فانا طبعا غسلت البطاطين اللي عندي والحمد لله ربنا وفقني ونشرتها و... وطلعت لولادي بقى الشتوي بتاعهم وكده. ولسه بقى احنا الشتوي بتاعنا ربنا يعيننا بجد، الواحد تعب اليومين دول. فانا عملت غدا خفيف كده يا حبايبي، انا بشارككم الغدا بتاعي. بصوا حبايبي، انا اول حاجه انا علقت على المكرونه، قلت اسلقها. حطيت فيها ملح بس، للبنات بقى اللي لسه بتتعلم. انا حطيت ملح في ميه المكرونه اول ما غليت. والصلصه بقى بتاعت المكرونه يا حبايبي، انا عملت انا غسلت الطماطم غسله كويسه وقطعتها وضربتها في الخلاط معاها قرنين فلفل. تمام، عايزاهم سبايسي عايزاهم عادي رومي، تمام. وبشرت بصلايه بنات، وحطيت سمنه على زيت في الحله اللي انتوا شايفينها الصغنونه ديت. واول ما وحطيت البصله المبشوره. واول ما البصله ادتني اللون الذهبي، قمت انا على طول يا بنات نازله بصلصه الطماطم اللي انا صفيتها بعد ما ضربتها في الخلاط. حطيت بقى بهارات المكرونه بتاعتي، كانت ملح، فلفل اسمر، 7 بهارات، بابريكا، زعتر. صديق صلصة المكرونة يا بنات الزعتر، جربوا تحطوها معاها بجد هيدوكوا تيست حلو قوي للمكرونة. ومعلقة سكر واحدة علشان بس تعادل الحموضة بتاعت الصلصة. تمام يا بنات. وخلاص بقى سلقت المكرونه. طبعا انا متبله البانيه ببصلايه وبيضايه وربع ربع فنجان لبن. والبهارات بتاعتي ملح وفلفل اسمر وال7 بهارات وبابريكا. خلاص بعد ما تبلتها وسبتها شويه بقى على ما شفت اللي ورايا موسم الشتاء بقى، كل سنه وانتم طيبين. بدأت بقى حطيت الفيجيتار بتاعي او بقسماط ناعم، ايا مكان اللي عندك، يعني ما توقفيش نفسك. وبهرته بملح وبابريكا وفلفل اسمر وتوم باودر وبصل باودر. تمام. هنا انا بشوف المكرونه استوت ولا لا، والصلصه معايا هي بتغلي، بدأت ان هي تتسبك. تمام يا بنات لحد كده. خلاص بقى لقيت المكرونه عندي خلاص استوت، ففتحت بقى الميه على مصفة المكرونة، وهبدأ ان انا ابردها كده زي ما انتوا شايفين. وفضيتها في المصفى. محدش يقول لي المصفى بتاعتك بلاستيك وغلط على المية السخنة. لا يا بنات، انا البلاستيك بتاعتي كلها بي 5، عشان بدخل كله عندي الميكرويف. تمام. حطيت بقى طاسة التحمير بتاعة البانيه. انا عاملة للبانيه يا بنات طاسة لوحدها غير البطاطس. يعني البفتيك، البانيه، الفيليه، كل الحاجات دي ليها طاسة صغننة. انما بقى البطاطس المحمرة انا عامله لها حلة، زي ما ماما الله يرحمها عودتني كده، خلتني استغنى عن حلة من عندنا وابدا ان انا اعملها للتحمير. بتنجز معاكي لو عندك كمية بطاطس ولا حاجة، بتنجز معاكي بصراحة. حلة التحمير دي عندي اساسي، مش حلة شارياها، لا يا حلة من اطقم الحلال اللي عندي. تمام يا بنات. طبعا حطيت زيت بقى في الطاسه بتاعتي، وبدات بقى ان انا بعد ما غلفت البانيه بالفيجيتار المبهر، بدات بقى ان انا انزل بيه يا بنات زي ما انتوا شايفين كده في الطاسه بتاعتي. وما تقلبيش البانيه الناحيه التانية الا لما تلاقيه من تحت اخد لون ذهبي، عشان ما يفكش منك الكفر بتاعه. خلاص كده بقى يا بنات صلصة المكرونة اتسبكت معايا. بدأت بقى حطيت المكرونة في الحلة، وهنزل عليها بكمية الصلصة. انا عاملة صلصة بزيادة، بحب لما اعمل مكرونة اشيل حبة يعني لأي احتياجات تانية. تمام يا بنات. وبدأت بقى ان انا اقلب وانزل بصلصة المكرونة دي.
خلاص والله يا بنات كان روتين ايه يعني، الحمد لله. يعني سهل في الاكل لاني تعبت جدا في الشتوي بقى وهدوم الولاد وكده، بجد والله بتبقى هدة، بس هو يوم ونخلص مع غسيل بطاطين بقى. بصوا كنت انا والبطاطين والبانيو والله يا بنات انا كنت بوديها بصراحة الدراي كلين، بس بتجيني ريحتها حلوة بس مش نظيفة. يعني انا من النوع اللي انا ايه كنت بودي الاول دراي كلين، وغيرت في كذا مكان والله مش مكان واحد، بس يا بنات بتجيني ريحتها حلوة فقط، انما مش نظيفة زي ما وديتها له. انما انا بقى في البانيو بخليها زي القشطة بصراحة. بنقعها الاول في البانيو وخليها تنزل المية بتاعتها مكان الركنة، وبعد كده بقى ببدأ احط المسحوق بتاعي، بتروح زي الفل يا بنات والله. واخر حاجة بقى بعملها بايه بجل اوكسي او جل اريال او برسيل، اي حاجة بقى اي مكان اللي عندي، مع شوية دوني بتروح قشطة بصراحة والله، نشرهم على الحبل زي الفل. بس بصراحة تهدي حيلي والله العظيم. يلا مش مشكلة بقى، ربنا يعيننا ويقوينا ويشفينا ودايما نعمل حاجتنا بإيدينا يا رب. والله يا بنات الدعوة اللي بدعيها دايما، يا رب يديني الصحة وافضل اخدم نفسي بنفسي، اخدم بيتي وعيالي واخدم نفسي بنفسي. بجد والله الحاجة وحشة قوي. ربنا يشفي كل مريض يا رب، ربنا يشفي كل مريض يا بنات يا رب، ويديكم الصحة يا رب، ويبارك لكم ويكرمكم من واسع فضله. انا بحبكم على فكرة والله، كل اللي بيدعمني وبيحط لي كومنت او مشترك في القناة، والله ربنا وحده اللي يعلم انا بحبكم كلكم. لما برد عليكم برد بقلبي وحياة ربنا يا بنات. ربنا يوفقنا جميعا يا رب، ويكتب لنا الخير مطرح ما نحط رجلينا. خلاص يا بنات انا قلبت بقى المكرونه وغرفتها ايه في الصينيه، وهبدا بقى ان انا ايه ارص البانيه بتاعي. فرشت كده برضو، العين بتاكل ايه قبل البق، ايه بتتقال كده مش عارفه بقى. فقمت حاطه ايه بقى، رصه السرفيس بتاعي، حاطه البانيه بتاعي كله رصيته في الصينيه. وهبدأ بقى ايه، طبعا كان عندي خيار مخلل. انا اساسي يا بنات دايما قبل ما الخيار يخلص والفلفل اكون عامله، قبل ما الليمون يخلص اكون عامله كل ده. بس اقول لكم على حاجه بقى، والله العظيم انا لغايه دلوقتي ما خللت زيتون يا بنات، لغايه دلوقتي مع اني ما بشوفه، بس ما اعرفش ما بجيبوش ليه، مش عارفه، مش قادره، مش عارفه والله. والله يا بنات مش عارفه، انا كان نفسي اخلل زيتون لسه، لغايه وقتنا هذا انا ما خللت الزيتون. لو وصلتوا لحد كده بشكركم، ودمتم في امان الله.